السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مان تو مان 1907. هنتكلم النهاردة عن الجولة الخامسة في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. الجولة الخامسة في دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، واللي هي كانت جولة الحسم بنسبة 85% أو 90% من البطولة، واللي حسم فيها 6 أندية التأهل للدور القادم، دور الثمانية ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وهنبدأ بالمجموعة الأولى واللي بتضم كل من نادي تيبي مازيمبي ونادي ماميلودي سان داونز ونادي نوازيبو الموريتاني وأيضا نادي بيراميدز المصري. وفي الجولة دي طبعا حسم فيها نادي تيبي مازيمبي الكونغولي بالإضافة كمان إلى نادي سان داونز الجنوب إفريقي التأهل لربع نهائي البطولة، طبعا برصيد 10 نقاط لكل فريق، وخروج كل من نوازيبو وبيراميدز بشكل رسمي من المنافسات. وطبعا الفريقين لسه هيلعبوا الجولة الأخيرة، الجولة السادسة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، علشان يتم تحديد البطل أو متصدر المجموعة ووصيف متصدر المجموعة في المجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة الثانية، وطبعا المجموعة النارية اللي بتضم كل من أسك ميموزا الإيفواري، وبتضم الوداد البيضاوي المغربي ونادي سيمبا التنزاني ونادي جوانينج جالاكسي البوتسواني. المجموعة اللي تأهل فيها كمتصدر بشكل رسمي نادي أسك ميموزا الإيفواري، وترك المركز الثاني في الصراع الكبير اللي بيدور ما بين طبعا 3 أندية، نادي سيمبا ونادي الوداد ونادي جوانينج جالاكسي. طبعا نادي الوداد امامه فرصه وحيده، وكمان مرتبطه بنتيجه المباراه الاخرى، يعني لما ان شاء الله يلاقي نادي اسك ميموزا يحتاج الى تحقيق الفوز ولا بديل عن الفوز في المباراه، وبالاضافه كمان الى تعادل الفريقين، فريق جوانينج جالاكسي مع نادي سيمبا او فوز جالاكسي على سيمبا، علشان نادي الوداد يقدر يحسم البطاقة الثانية في المجموعة للتأهل لربع النهائي. وناهيك عن ده فنادي سيمبا حظوظه أوفر من نادي الوداد بالتحديد في هذه الجزئية. في المجموعة الثالثة واللي يعني حالها ليس الأفضل من المجموعة الثانية، واللي بتضم كل من نادي بيترو أتليتيكو الأنجولي بالإضافة إلى نادي الهلال السوداني ونادي الترجي الرياضي التونسي ونادي النجم الساحلي التونسي. البطولة والمجموعة اللي تصدر فيها المشهد نادي بيترو أتليتيكو الأنجولي، يعني أخذ دور البطولة في المجموعة وحسم التأهل لربع النهائي هو الآخر في المجموعة برصيد 9 نقاط، وترك المعترك للبطاقة الثانية بيدور ما بين نادي الهلال السوداني ونادي الترجي الرياضي التونسي. طبعا هيواجه الترجي التونسي الهلال السوداني في الجولة الأخيرة، وهي جولة الحسم، واللي حظوظ الترجي فيها بتكون أوفر نظرا لأنه بيحتاج فقط للتعادل أو الفوز على الهلال أيا كانت النتيجة، فوز أو تعادل، بغض النظر عن نتيجة المباراة، سواء بفوز أو تعادل فقط، بعيدا كل البعد عن الحسابات الرقمية. لو حسم المباراة بأي نتيجة تعادل أو فوز فهو ضمن التأهل كثاني مجموعة من المجموعة دي. أما فريق الهلال السوداني فلا خيار ولا بديل عن الفوز على الترجي لحسم بطاقة التأهل لصالحه. والمجموعة الأخيرة وهي مجموعة النادي الأهلي، واللي فيها صعد النادي الأهلي برفقة نادي يانج أفريكانز التنزاني طبعا للدور ربع النهائي، وخروج كل من نادي شباب بلوزداد الجزائري بالإضافة إلى نادي ميدياما الغاني. كل منهم طبعا خارج المنافسات وودع البطولة، ولكن في النهاية النادي الأهلي يظل أمامه
مباراة امام نادي يانج افريكانز التنزاني لتحديد متصدر المجموعة ووصفها، علشان طبعا القرعة اللي هتتلعب في لمباريات دور الثمانية، مباريات ربع النهائي. وبكده 6 فرق من 8 فرق هتكون متواجدة في ربع النهائي هيكونوا يعني تم حسم الامور بالنسبة لهم. الأندية اللي صعدت رسميا لدور الثمانية هي أندية نادي تي بي مازيمبي، ونادي ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، ونادي اسك ميموزا الايفواري، ونادي بيترو اتلتيكو الانجولي، بالاضافه الى النادي الاهلي المصري ونادي يانج افريكانز التنزاني. بطاقه التاهل على المركز الثاني ما زالت حتى الان موجوده الحظوظ فيها ل5 انديه، هيصعد منهم 2 فقط. ال5 انديه هم نادي سيمبا التنزاني، ونادي الوداد البيضاوي المغربي، ونادي جوانينج جالاكسي البوتسواني، ونادي الهلال السوداني، ونادي الترجي الرياضي التونسي. بس كده، ودي تكون كل حاجة معاكم النهاردة ان شاء الله بأمر الله. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. شكرا جدا، سلام.